الطبق ده من التراث يا جماعة، اتعمل بمكونات بسيطة واقتصادية بس مش عادي. قادر يسيطر على قلوب ناس كتير من اللي بيحبوا الأكلة الحرشة. ظلموه وقالوا في أكلة الفقراء، بس الحقيقة هو أكلة العظماء. أوعدك لو عملتيها بالطريقة دي هتبقى إدمان لكل البيت. يلا بينا نبدأ، بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل إشعاراتنا وفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا نص كيلو من الفول المدشوش، هنجيبه من العطار عادي خالص، نص كيلو بالظبط، وهنغسله كويس جدا مرتين وتلاتة لغاية ما ميته تبقى نقية جدا، وبعدين هسلقه 3/4 سلقة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بعد ما غسلته كويس جدا هنزل بيه في مية مغلية زي ما احنا شايفين كده، هقلبه تقلبتين كده، وهبدأ ان انا تتكون عندي ريم. الريمة اللي على الوش دي لازم ازيلها تماما. هزيل كل كمية الريمة اللي عندي علشان تصبح المية نقية جدا. تمام كده. مفيش ابسط ولا اسهل من الاكله الاقتصاديه الجميله دي. اكله شعبيه اقتصاديه موفره وبتفصلي بيها في وسط الاسبوع، جميله جدا ومغذيه جدا. تعالوا نشوف بقى البهارات بتاعتي ايه. معايا معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الحب المطحونه، ومكعب مرقه دجاج او مكعب مرقه خضروات زي ما تحبي، وملح. هنا بقى سبتها لغايه ما استوت 3/4 سوا. 3/4 سوا، ما استوتش كامله. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وهنزل برضو ببصلايه متوسطه متقطعه زي ما احنا شايفين، واربع خمس فصوص توم. وعندي بقى شويه خضره كنت غسلاهم ومقطعاهم زي ما احنا شايفين كده. خضره عباره عن نص حزمه من كل حاجه، نص حزمه شبت، نص حزمه بقدونس، نص حزمه كزبره. تمام كده، نص حزمه من كل حاجه. هكون غسلاهم كويس ومقطعاهم، وهننزل بيهم على المكونات بتاعتنا الحله، واسيبها بقى تستوي على نار هاديه تكمل السوا، لان هي كانت 3/4 سوا. هسيبها بقى تستوي براحتهم بقى. الكلام ده كله خلاص كده انا خلصت. هغطي بقى، وبعد ما تستوي خالص هرجع لها. كده بقى استوت خالص وكل المكونات استوت تماما. هطفي بقى عليها وهبدا ان انا افرم الكلام ده كله بالهاند بلندر، يا اما لو عندك بالخلاط، ما عندكش المتاح عندك نفرم كل الكلام ده لغاية لما يبقى متجانس وخليط ناعم جدا زي ما احنا شايفين كده. مش عارفة اقول لكم بقى على الريحة ايه. الريحة جامدة جدا بجد، ريحة جميلة. التوليفة بتاعت الخضرة مع البهارات عاملة ريحة جميلة جدا من غير ما نعملها التقلية الأخيرة. بصوا بقى، هو القوام ده اللي احنا عايزينه. شايفين القوام عامل ازاي؟ لا تقيل خالص ولا خفيف خالص. هو ده القوام المظبوط للبصارة. اهم حاجة في المرحلة دي بقى ان نكون متأكدين انها اتفرمت كويس جدا. هنيجي بقى في طاسة على النار، هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح زي ما احنا شايفين كده. هديها بس رشة ملح، وهقليها كويس لغاية ما لونها يدبل ولونها يصفر كده، يبقى لون ذهبي زي ما احنا شايفين كده. اول ما تبقى لونها ذهبي حلو كده، هاخد نصها على جنب. هطلع شوية بصل على جنب علشان احطهم على الوش. هو ده اللون المطلوب، حلو اللون ده قوي، اللون الذهبي الغامق ده. هاخد بقى شوية على جنب علشان ازوق بيهم الوش، وهخلي الباقي هنزل بيه في الحلة على الخليط. هنا بقى نزلت بالطشة في الخليط بتاعي، ودي احلى بصارة ممكن تتخيليها. بجد اكلة اقتصادية موفرة مغذية لذيذة جدا، وجربيها لولادك. لو ما كنتش بتعمليها بالطريقة دي جربيها بالطريقة دي، رائعة. غرفنا منها بقى في الطبق مع شوية عيش بلدي، مع مخلل، مع شوية بتنجان مخلل، حاجة كده تاخدك في حتة تانية بجد. بجد أكلة بسيطة ودافية، بتجمع ما بين الطعم الحلو والقيمة الغذائية الحلوة. جميلة جدا، بترجعنا لأيام زمان ودفء زمان، وتعتبر من الأكلات اللي بتدفي في الشتاء جدا، وخصوصا لو هي حرشة ومشطشطة، يعني ينفع تحط لها شطة طبعا. بتقدميها كده مع العيش البلد الطازة، وما ينفعش تتاكل غير بالعيش البلد الطازة وشوية المخلل زي ما قلت، والحاجات الحرشة اللي جنبها والمقبلات دي بتفتح النفس أكتر.
بشجعكم جدا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في كومنتات، دي حاجة بتسعدني وبتبسطني وبتشجعني اني اكمل. وصفتنا خلصت النهاردة. لو وصلتوا معايا لغاية هنا يبقى ما تنسوش اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا لكم ولمتابعتكم.